بخصوص ستار اكاديمي ياس راجع. هلا العالم عم يسالوني ليش وكيف ومرجع صار في اذا بدك اي كلام رسمي. مش رح يطلعوا بتغريده يقولوا انه في ستار في اكاديمي. تحضيرات اكيد في اذا بدك رح ينعمل مثل بروباغندا كبيره دعايه لانه هيدي كومباك 100%. هيدي كومباك. واكيد نحن عم نحكي انه ستار اكاديمي ما رح يرجع قبل بسنه، يعني نحن عم نحكي لصوب الخريف. نعم. بس اكيد في تحضيرات واكيد في كونترايات واكيد في كاستنج واكيد في كل هالامور يلي هلا بتبلش، يعني اخر فبراير اول مارس شو بتقلع. نعم. هلا اذا بده يتغير شيء هيدا صارت اذا شيء مش بايدي ولا بايدهم، لانه صحيح. نحن عم نحكي انه في قرارات بالسعوديه، قرارات بلبنان، يعني كل شيء بيتغير طبعا. كمان ستار اكاديمي راجع، وهذا ستار اكاديمي اذا بدك برنامجنا. ايه انا هيك بعتبره برنامجنا. بزعل انه طلع منا بس بنبسط انه راجع، لانه هيدا اذا بدك. مرحبا. من بعد ما اعلنت وحصريا عن عودة برنامج ستار اكاديمي بموسم جديد عبر شاشة LLBCI، بالايام اللي جاية رح اكشف اي محطة كمان رح تعرض الموسم الجديد عبر شاشتها. كمان كشفت انه رح يتم تصوير الموسم الجديد بالسعودية، والمنتجة رح تكون السيدة رولا سعد. اما اليوم جاي اسألكم سؤال حتى اعرف مين رح يصيب ومين ما رح يصيب. مين بتتوقعوا تكون النجمة العربية يلي رح يكون لها دور أساسي ومهم وفعال بالبرنامج بالموسم الجديد؟ بخانة التعليقات اكتبوا لي الاسم، وما تنسوا تعملوا لايك، فولو، شير للفيديو ولحسابي حتى تضلكم عم بتتابعوا آخر أخبار نجومكم يلي انتم بتحبوهم، وطبعا آخر أخبار ومعلومات جديدة وحصرية عن برنامج ستار أكاديمي فقط عندي إلي مرعب.